احنا قلنا طبعا معبد ابو سمبل بيتفرد بتخطيطه المعماري او الطراز المعماري بتاعه، ان هو منحوت بالكامل في صخر الجبل، بدايه من واجهه المعبد اللي بيكون ارتفاعها حوالي 33 متر وصولا لقدس الاقداس اللي فيه تماثيل الالهه. وبيتقدم الواجهه 4 تماثيل بتمثل الملك رمسيس الثاني وهو جالس على العرش في الوضع التقليدي. وفي المنتصف بين التماثيل بنلاقي في نيشة بتمثل إله راحور أختي، أحد الآلهة الرئيسية في المعبد. في تماثيل صغيرة على يسار وعلى يمين وبين أرجل الملك، والتماثيل دي بتمثل أفراد الأسرة الملكية، أبنائه وبناته والملكة نفرتاري زوجته والملكة تويا أم الملك رمسيس الثاني.